مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. طبعا يعني هما بصراحة هي الموضوع مش ذو أهمية خالص، بس أنا بحب ايه اللي ما ترباش أربيه. فللكام عيل اللي دخلوا على البوست اللي فات يكتبوا ان انا مت ومش عارفة ايه، وفاكرين ان انا رندا البحيري. رندا البحيري دي واحدة كيوت ولطيفة وطيبة وبتاع، فطلعتوا عليها ترند انها ماتت. وانتوا داخلين برضو عندي، مش عايزه اقول انتوا مين، انا عارفه انتوا مين، داخلين عندي برضو تقولوا دي ماتت ولا حول ولا قوه الا بالله وما شفتوش الفيديو، وبتنسوا ان في اب وام وولاد و ممكن ينزعجوا. ممكن رندا تكون طيبه ولطيفه وبتاع، انا ولا طيبه ولا لطيفه وما بسيبش حقي. فعارف هيحصل ايه؟ هيحصل ان بكره الصبح حضرتك هتبقى في النيابه. ليه؟ عشان العيل اللي مش عارف القانون اعرفه، اللي ما ترباش واهله ربوه. ما هو انتوا كلكم مش متربيين، يعني اللي دخلوا عملوا ان انا مت والفيديو بتاع، انتوا ناس مش متربيه، انتوا شفتوش تربيه، واخد بالك؟ فانت مش متربي، بدل ما تزعج اهلي انا اللي هخلي اهلكم ينزعجوا عليكم. ليه بقى؟ لان في القانون تهمه اسمها نشر اكاذيب. عارف نشر الاكاذيب دي تهمتها قد ايه وقت في السجن؟ 10 سنين. فحضرتك هتروح يتعمل لك محضر في مباحث الانترنت ويتقال ان انت نشرت اكاذيب وهددت امني الشخصي وروعتني، خلاص، وحضرتك هتتحبس. بس دي رسالة. انا هفتح الكومنتات واعملوا كومنت زي ما انتوا عايزين، وعندي الحمد لله مش محامي، عندي فريق محامين. انا هفضل قاعده زي ما انا بعيد، هو تليفون الو في اكونتات موجوده، لو سمحت اعمل لهم محاضر في مباحث الانترنت، عشان انا ام برضو واحب برضو ان لو في ناس تانية اثرت في التربيه انا هحل محلهم. خلص الكلام.